النهارده عندنا اكله سمك وجمبري. عندنا سمك شراغيش وجمبري بلدي. اول هنعمل ايه ولا يلا بينا؟ يلا بينا. هبدا بالسمك ده. سمك شراغيش، سمك بحر. هبدا اول حاجه هنضفه معاكم. انا ما عنديش مقص سمك، وفي مقص مخصوص للسمك، بس انا نادرا لما بنضف السمك في البيت بصراحه، فهستخدم المقص اللي موجود عندي. السمك اهو كده، انا بس غسلته وصفيته عشان انضفه بقى واجهزه للقلي. هقص اول حاجه الزعانف اللي في الجنب دي، تاني الناحيه. بعد كده بقى هقص ايه الحته الزعنوفه اللي في الجنب، نقص الناحيه التانيه. وبعد كده نقص ايه الديل. ما اعرفش ليه بيقصوا الديل، لان انا بحب اكل الديل. الحته دي بتبقى مقرمشه قوي في القلي، بس ماما بتقصها فانا بعمل زي ماما. بعد كده بتيجوا عند الحته بتاعه الراس دي، تفتحوا الحته دي كده، تفتحوا الحته دي كده وبالمقص وتقصوها كده علشان تعرفوا تفتحوا البطن بتاعته كده. اهو فتحنا بطن السمكيه. اهم حاجه الراس من هنا هفتحها كده، وهتشيلوا الخياشيم بايديكم كده بكل سهوله. بس هتشيلوا بقى ايه اللي في البطن ده كله برده، وبعد كده هتقشروا القشر اللي على السمكه. لو عندكم مقشره السمك هيبقى حاجه احسن، لو ما عندكوش حطوه في كيس زي ما انا ما عملت في الفسيخ. وكده السمكه نطفت. هغسلها واوريها لكم بعد ما غسلتها. وده كده بعد ما غسلناه اهو. بصوا بقى زي الفل ازاي من جوه، وراسه زي الفل. الديل ما قصيتهوش، ما كملتش الباقي، قصيته عشان ماما قالت لي ان هي ما بقتش بتقص الديل خلاص تاني. بس كده يلا بينا نتبله. بوله، والسمك يحب التوم الكتير. عامه لو عندكم بقى اي بحريات فصصوا كده توم كتير واقعدوا اشتغلوا. اول حاجه ههرس توم بقى ليا وليك ولكل ايه الوصفات اللي جايه. هرسنا التوم طبعا، ملح، فلفل اسود مش كتير، رشه بابريكا، وشطه. واهم مكون للبحريات، اي وصفه بحريات هتعملوها لازم يكون فيها كمون. حبه كمون كده ايه حلوين، عصره ليمون كده صغيره بس. هنقلب بقى الخلطه دي كلها مع بعضها. هتضغطوا كده على الثوم علشان خاطر ايه يطلع الميه بتاعته. لو انتوا بقى بتحبوا بتحطوا البهارات اللي هي بتاعت بهارات السمك من عند العطار دي هاتوها، بس هي دي الاساس بتاع اي وصفه سمك او اي وصفه بحريات هتعملوها. ده كده شكل البيست اللي احنا عملناه علشان خاطر نتبل بيه السمك. هاخد بقى حته من البيست اللي احنا عملناه ده من الثوم والكمون والشطه والبابريكا، هحطه بقى جوه ايه البطن كده، وادهنه كويس قوي للبطن علشان خاطر يتبل السمكه من جوه. هتحسوا ان السمك نفسه طعمه كده، ومن بره بقى نفس الحكايه. مش قادره اقول لكم قد ايه التتبيله دي بتخلي طعم السمك تحفه. ومن بره بقى كده حتى لما بيتحط عليه الدقيق بيبقى ليه طعم. السمك ده طالع من شبكه، فعشان كده اكيد دي سمكيه ايه دخيله عليهم. انا مش عارفه ايه السمكيه دي. الزعنفه بتاعتها والديل لونه اصفر. تبلنا السمك وحشيناه كله، يلا بينا عشان نقليه. ومفيش اكل السمك من غير بابا غنوج. بصوا انا شويت البتنجان وقشرته، وده شكله كده بصوا زبده. ممكن بقى لو انتوا بتحبوه يبقى قطع كده هتهرسوه بالشوكه. انا بحب فيه قطع، او ممكن تضربوه في الخلاط. في ناس بتحبه زي البيست كده، بس انا بصراحه ما بفضلش لان بحس ان مفيش فرق ما بينه وما بين الطحينه. لو عايزين القطع اصغر شويه هتعملوه بالهراسه بتاعه البطاطس. ده بقى القوام بتاعه. فصين توم كده مهروسين، ملح، ليمون، زيت، وطحينه، واخر حاجه بقدونس مفروم. ونقلب بقى الكلام ده. لازم ادوق علشان خاطر اتاكد من الملح والليمون وكل الحاجات اللي احنا حطيناها. خطير. عايز حبه ليمون. بس هو ما بيدقش كده. بيتدق ازاي كده بصي معلقه كده. انت بتهزر؟ والله مظبوط الليمون. اطلع بره. وبعد ما مسعود اكل نص الطبق كده احنا خلصنا البابا غنوج وهنعمل اللي بعده. ده وقت تجهيز الجمبري. الجمبري ده هعمل منه نوعين، واحد باتر فلاي ومسعود هيعمل لنا اللي بالخلطه. دلوقتي هختار منه الحجم الكبير هعمله للباتر فلاي، والحجم الصغير هو اللي هنعمله للي بالخلطه. عامه انا بحب الجمبري اللي هو اكبر واحده فيه تكون بالحجم ده، اللي هي تقريبا قد ايدي كده. الاكبر من ده بيبقى اللحم بتاعه لما بيستوي بيبقى بيشد قوي كده، فما بحبوش. يعني هو دي اكبر حجم جمبريه انا ممكن اجيبها. يلا بينا بقى اوريكم بننضف الجمبري ازاي. نشيل بقى الشنب بتاعه كده زي ما قلت لكم، افتحه بالنص كده اهو. بصوا بقى اهو ده كيس الرمل، نشيله كده اهو. وكده ده شكل الباتر فلاي. دايما في الجمبري الكبير ده مهم قوي ان انتوا تنضفوا الراس. الحته دي بتبقى محتاجه تتنضف اكتر طبعا من الصغير. نغسل الجمبري ويلا بينا نعمله. الجمبري بقى الصغير المقفول ده اللي انا مش هفتحه عشان متروش تفتحوا كل جمبريه او تقشروها. بسكينه كده رفيعه او بشوكه هتدخلوها في الظهر كده، وبعدين هتقوموا مطلعين كيس الرمله كده اهو. نعمل واحده كمان تاني واحده، دخلها في ظهرها كده في النص، وبعدين ايه نطلع كيس الرمل اهو.
عشان بقى ابدر السمك ببدره بالدقيق بس. ابدر واخر. لو حابين تتبلوا الدقيق بحاجه ممكن تتبلوه بشويه ملح وحبه شطه لو انتوا بتحبوه حراق، لو لا ممكن تعملوه بالدقيق بس كده، وبعد ما يطلع خالص السمك تقوموا رشين عليه شطه وملح وكمون. والسمكه الحلوه نحطها في الدقيق. مهم قوي ان احنا نغطيها كلها بالدقيق كويس قوي، في الاخر ننفضها كده، وده كده شكلها، ونقليها في الزيت على طول. دلوقتي وقت الجمبري اللي بالخلطه. حله، اول حاجه زيت، واستنى الزيت يسخن. ده بقى الجمبري اللي شيمو نضفته، هنزل في الزيت. هتبل الجمبري على طول بملح، كمون، شويه بابريكا عشان اللون، شويه شطه عشان يبقى حراق، ونديله تقليبه. هنزل عليه بفصين توم مفرومين، تقليبه سريعه. حاسه محتاج شويه زيت، مش هطول قوي على التوم، وهنزل بالخضار، فلفل اخضر، طماطم وبصل. هوطي النار على الجمبري واغطيه ربع ساعه. طاسه بابجي. نشغل النار. بصوا بقى الجمبري لما اتنضف بالميه بقى فله. زيت. طب انا اروح انا هناك. ماشي. احط الجمبري بقى على الوش اللي فتحناه عليه. هو ده الصوت. ابدا بقى اتبل الجمبري، ملح، رشه فلفل، ورشه خفيفه قوي كمون. اللي بقى على الناحيه الثانيه. الله على الجمال. الجمبري ما بياخدش تسويه كتير، هيبقى كده كفايه قوي. هرفع بقى من على النار عشان نعمل الصوص بتاع الباتر فلاي، وده اهم حاجه في الباتر فلاي شريمب. شويه زيت صغيرين في نفس مكان الطاسه اللي احنا عملنا فيها الجمبري، بس لو في حاجات لازقه تحت شيلوها علشان ما تحرق، يعني عشان الصوص ما يطلعش لونه غامق. هنزل توم، هديله بس تشويحه، هنزل عليه مستردة. انا بحب طعم مستردة الديجون، لو موجوده عندكم حطوا معلقه، نص كوبايه ميه. نقلب كل الكلام ده، اقلبه مع الثوم، وبعد كده هتبل برشه فلفل وملح، مش كتير لان المستردة اصلا بتبقى حادقه. بص بقى انا حاطه لك هنا ايه، الزبده اللي احنا عملناها مع بعض من الكريمه، ما تتخضوش. هاخد منها كده حته محترمه، هو ده اساس الباتر فلاي. ايوه بقى. نحط حته الزبده الحلوه دي، ده كده والله حاسه قليله الزبده. النار المفروض ان هي تبقى واطيه ما تبقاش عاليه علشان ما يتحرقش. الزبده محتاجينها بس تسيح، يعني انا خلاص دلوقتي حاط في النار ليمون ورشه من البقدونس. هو مش اصفر على فكره علشان خاطر الكاست ايرون دي مغمقاه، وعندنا الجمبري اهو. نرجعه بقى كده بكل الحاجات اللي نزلت منه، اديله تقليبه كده ايه بسيطه قوي. هفتح النار كده ثانيه لان الليمون بيمرر على النار. نحركه كله كده في الصوص، ريحته خطيره. يلا بينا نقدمه. هقدمه بقى في اطباقي الجديده، والاكله الحلوه لازم تتقدم في طقم عشاء حلو. ده طقم عشاء روزا من برايدز هاوس، انا جبته مخصوص علشان خاطر عايزه اقدم الاكل بشكل شيك كده. هوريكم محتويات الطقم ده ايه، وهقول لكم تجيبوه منين. الطقم فيه 6 قطع من كل طبق. ده الطبق الكبير، الالوان بتاعته خطيره خطيره، وعلى الحقيقه فيها كده تكستشر. وده الطبق الصغير، طبق غويط، وكمان البوله. واحلى حاجه بقى المج اللي مع الطقم، 6 مجات بورسلين. الطقم ده فتحي محمود، وفتحي محمود غني عن التعريف. مثل ان الطقم كله بيدخل المايكرويف عشان ده بورسلين بيور. الطقم ده هتلاقوه موجود في الوكيل والويب سايت بتاع برايدز هاوس. في بقى مفاجاه ليكم، الشحن مجاني، وفيه هديه لكل حد هيدخل يطلب الطقم ده وهيقول ان هو من متابعين شيماء ومسعود. بص الكبيره دي بتاعتي كده بتاعتك، فكر. وكده خلصنا جمبري باتر فلاي. الجمبري بتاعي اخد ربع ساعه بس على النار وشلته. وهو ده الجمبري اللي بالخلطه اللي بيقولوا عليه. انا لازم ارش بقدونس. وده كده السمك بعد ما قليناه. حط الطبق فيه الرز، وحط السمك ايه جنبه. البابا غنوج. كده ناقص السلطه. عملنا احلى اكله سمك وجمبري. عملنا سمك شراغيش مقلي، بابا غنوج جمبري باتر فلاي، ومسعود عمل لنا جمبري بالخلطه خطير، وكمان في سلطه خضراء دي ماما اللي عملتها. هشيل الراس. بصوا الجمبريه تتشال كده.
تتغمس في الصوص كده. تحفه. الجمبري اللي جمبري بالخلطه، بالخلطة. ناخد كده من الشوربه اللي تحته دي. تحفه تحفه. سمكية بقى. انا هوريكم بقى السمك من جوه شكله عامل ازاي. بصوا، وبصوا بقى التتبيله. مفيهوش كلمة، لحمة ماسك نفسه، تتبيلة حلوة رايقة، بوم بوم بوم. وكده نكون عملنا أجمد أكلة جمبري وسمك، ولا سمك وجمبري. جمبري وسمك، سمك وجمبري، مش هتفرق. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.